سيداتي وسادتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. مدرسة مساعدي التمريض في بارنتو تخرج 100 طالب. السيطرة على الجراد في صنعفة. نفير لحماية التربة والمياه في شمال البحر الأحمر. الصحة العالمية تتوقع خريفا أقسى في أوروبا بسبب ارتفاع الوفيات. سوغا يفوز بزعامة الحزب الحاكم لتولي رئاسة الحكومة اليابانية. ومقتل 12 شخصا في انهيارين أرضيين في نيبال، و21 في إعداد المفقودين. السلام عليكم ورحمة الله. خرجت مدرسة التمريض مساعدي التمريض في بارنتو الدفعة العاشرة المكونة من 100 طالب يوم 14 من سبتمبر. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ توماس مريان في المناسبة استقبال المدرسة ل 116 طالبا، أكمل منهم 100 طالب التعليم بمعيار المدرسة ووزارة الصحة. وقال إن معظم الخريجين قدموا من مدرسة ورساي كالو بعد إكمال الصف الثاني عشر والحصول على نقاط الشهادة، وقلة كانوا يعملون في الخدمة العامة. وأوضحت منسقة مدارس مساعدي التمريض في الأقاليم الممرضة الغانيش تخلقرجيس تخريج 3369 مساعد تمريض منذ عام 2003 ضمن برنامج تأهيل القدرات البشرية الصحية كما ونوعا. وهنأت الخريجين والمدرسين لإكمال التعليم بالحفاظ على إجراءات مكافحة كورونا والضغوطات التي خلقها. وأكد ممثل الخريجين على العمل لخدمة المجتمع بتفان وإخلاص. وذكر المدير العام بالإنابة لقسم السياسات والتخطيط وتنمية القدرات البشرية في وزارة الصحة الدكتور برهان دبرو إن المهنة التي اكتسبها الخريجين مهنة أخلاقية تتطلب الرأفة والإنسانية والتعاون، وعليهم تنفيذ مهامهم بالتقيد بهذه القيم. أعلن مكتب وزارة الزراعة في مديرية صنعفة السيطرة على أسراب الجراد القادمة من إثيوبيا، وظهرت في مساحة تتجاوز 300 هكتار من 25 وحتى 31 من أغسطس في ضواحي كسادمبا وغولو ودوغوغولا وعدباقع ومايغودوف ومنخسيتو، وذلك دون إحداث الأضرار في المزارع والمراعي والأشجار. وكانت أسراب الجراد كثيفة في ضواحي كسادمبا وغولو ودوغوغولا وعدباقع، وبكميات قليلة في ضواحي مايغودف ومونوخسيتو، وتم السيطرة عليها برش المبيدات بتعاون المواطنين وقوات الدفاع والمهنيين الزراعيين والإدارة. وأوضح خبير تنمية النباتات في المديرية السيد نبرة برهوت إن الجراد الذي انتشر في ضاحيتي غولو ودوغوغولو تمت مكافحته بوسائل أخرى غير المبيدات، وضعا في الاعتبار لتربية النحل في الضاحيتين. وقال إن وجود أسراب الجراد في دول الجوار يستدعي التواجد على أهبة الاستعداد حتى زوال مخاطره من المنطقة. أوضح مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مديرية صنعفة السيد سراقي مسقانة قيام وزارة الزراعة بالتجهيزات المسبقة فضلا عن متابعة ومراقبة المزارعين، مشيدا بالتعاون والتنسيق خلال عملية المكافحة. قام المواطنون وقوات الدفاع بأعمال فعالة للسيطرة على غزو الجراد الصحراوي الذي ظهر في 12 من سبتمبر في منطقة عدوبارو بمديرية جنوب دنكاليا بإقليم جنوب البحر الأحمر. أوضح السيد إبراهيم نور المدير التنفيذي لإدارة المديرية السيطرة على غزو أسراب الجراد الصحراوي بفضل الإبلاغ الفوري للسكان وتنفيذ أعمال منسقة. وأشار عضو وزارة الزراعة في المديرية الشاب سلمون قبرهوت بأن الجراد المنتشر في حوالي 3 هكتارات تم السيطرة عليه بواسطة عملية الرش. من جانبه أوضح حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي بعد تفقده لأنشطة مكافحة أسراب الجراد الصحراوي أهمية المعلومات السريعة للقيام بأنشطة الإبادة، مشيدا بدور وتنسيق المواطنين وقوات الدفاع. وكانت قد جرت أنشطة إبادة جراد الجندب الذي ظهر مسبقا في مديريتي وسط دنكاليا والرعتة.
دشن في 13 من سبتمبر مشروع مياه شرب صالحة في منطقة عد شحا بمديرية مندفرة بالإقليم الجنوبي كلف حوالي 1.9 ملايين نقفة. والمشروع الذي شيد بالتعاون بين إدارة الإقليم وقسم الثروة المائية وسكان منطقة عد شحا يشتمل على مد أنابيب مياه على طول كيلومترين وطاقة شمسية بقوة 7.5 كيلو وات وخزان يسع 25 متر مكعب وكذلك 3 نقاط لتوزيع المياه. وألقى مسؤول قسم الثروة المائية في الإقليم السيد كبرون مسقنة كلمة أوضح فيها أن منطقة عد شحا تقع على منطقة مرتفعة من مصدر المياه وقد واجهوا نتيجة لذلك صعوبات في مد الأنابيب، مشيدا بدور ووفاء السكان الفعال والبناء لإنجاز المهام في وقت وجيز. وذكر مدير مديرية مندفر السيد هزقياس وهبة أن شح المياه كان من أهم المشاكل بالمنطقة منطقة عد شحا، وبفضل الحملة المنسقة استطاعوا حل المشكلة، منوها في الوقت ذاته بأن الاستفادة الجيدة تطيل عمر المشروع. من جهتهم ذكر السكان بأن شح المياه كانت تتسبب في صعوبة في معيشتهم، معبرين عن سعادتهم لحصولهم على المياه وسط منطقتهم. هذا وتقع منطقة عد شحا على بعد 18 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة مندفرة. أفادت إدارة إقليم شمال البحر الأحمر بأن أنشطة نفير واسعة جارية لحماية التربة وحفظ المياه بهدف رفع الإنتاج الزراعي وتنمية المياه الجوفية. أوضحت الإدارة أن العمل الجاري منذ 4 أشهر في جميع مديريات الإقليم يأتي في إطار برامج التنمية الشاملة، ويشتمل العمل المنفذ ل5 أيام في الأسبوع بناء المدرجات والحواجز المائية وصيانة وبناء المجاري التحويلية والحفائر وإصلاح الأراضي الزراعية وصيانة الطرق وإصحاح البيئة. هذه النشرة لا زالت متواصلة ولكن بعد الفاصل. قالت منظمة الصحة العالمية على لسان مديرها الإقليمي في أوروبا هانز كلوغي إن ارتفاعا مرجحا في عدد الوفيات بالقارة العجوز بمرض كوفيد-19 سيحدث في شهر أكتوبر ونوفمبر. وحذر هانز من الاعتقاد بأن الوباء سينتهي حالما يطرح لقاح، لأنه ليس من المؤكد أن يكون فعالا لدى جميع شرائح السكان. وعزت منظمة الصحة العالمية الزيادة في عدد الوفيات اليومية لارتفاع الإصابات بسبب عودة نشاط الوباء في أوروبا. وستنظم المنظمة العالمية في أوروبا اجتماعا يضم دولها الأعضاء البالغ عددهم نحو 50 لمناقشة الاستجابة للوباء والاتفاق على استراتيجيتها الخمسية. وحذر المسؤول الأممي الذي يتخذ من كوبنهاغن مقرا له الذين يعتقدون أن نهاية الوباء ستتزامن مع طرح اللقاح الذي ما يزال قيد التطوير. وارتفع عدد الإصابات في أوروبا بشكل حاد منذ عدة أسابيع، خاصة في إسبانيا وفرنسا. وفي الأيام القليلة الماضية تم رصد أكثر من 51 ألف إصابة جديدة في الدول البالغ عددها 55 الأعضاء في الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أي أعلى من الذروة التي سجلت في إبريل وفقا لبيانات المنظمة العالمية. انتهت انتخابات رئاسة الحزب الحاكم في اليابان بفوز يوشيهيدي سوغا خلفا لرئيس الحزب المستقيل شينزو آبي. وفاز يوشيهيدي سوغا في انتخابات زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، مما يمهد الطريق أمامه ليصبح رئيسا للوزراء في تصويت برلماني يوم الأربعاء المقبل. وقال سوغا في وقت سابق إنه سيسير على نهج آبي المتمثل في سياسة نقدية بالغة التيسير، ويواصل الإنفاق الحكومي والإصلاحات ويعتمد نهجا دبلوماسيا يرتكز على التحالف الأمني بين الولايات المتحدة واليابان وفقا لوكالة رويترز. ويعتبر سوغا حليفا قديما لرئيس الوزراء السابق شينزو آبي، وشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء خلال رئاسة آبي للحكومة التي استمرت نحو 8 سنوات. وكان آبي أكثر رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة. أعلن الشهر الماضي أنه سيستقيل بسبب سوء حالته الصحية. قال مسؤول حكومي في نيبال إن انهيارين أرضيين وقعا بسبب هطول الأمطار الغزيرة واجتاحا قريتين في البلاد، مما أسفر عن مقتل 12 على الأقل.
وأضاف المسؤول موراري واستي أن 10 أشخاص لقوا حتفهم، وفقد 21 بعد أن اجتاح انهيار أرضي ضخم المنازل والسكان في قرية بارابيسي التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة كاتاماندو قرب الحدود مع منطقة التيبت في الصين. ولقي شخصان آخران حتفهما في انهيار أرضي في باجلونغ في شمال غربي البلاد. وقال منقذون إن الانهيارين الأرضيين وقعا قبيل الفجر ولم يتسنى لسكان الفرار. انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. أشكر لكم الاستماع والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.